ظهرت بترقص لحسام حبيب في مالها ليلي، وكان باين عليها إنها في حالة مش طبيعية. ده اللي الكاميرات صورته، لكن اللي ما تصورش كان أغرب بكتير من رقصها الهستيري ده. شيرين بعد ما خلصت رقص وشكلها كده كانت سكرانة، حسام قال لها اهدي شوية هتفضحينا، اقعدي بقى شوية. شيرين وبدون مقدمات راحت رزعاه بالقلم. الجميع كان مذهول، لكن هي فضلت تضحك زي المجانين. حسام كان محرج ومش عارف يتصرف ازاي، راح دلق عليها مية عشان تفوق من الحالة اللي هي فيها. راحت قالت له أنا بحب المية قوي، اديها مية تديك طراوة. وقامت من مكانها جابت أزايز ويسكي وفضلت تدلقها عليه وعمالة تغني. حسام مسكها من ايدها وقال لها بعد إذنكم يا جماعة، شيرين شكلها تعبانة شوية. شيرين فضلت تخرب بالكلام وتقول ده خاطفني، حد يبعده عني، سيب ايدي، خلينا اتبسط. حسام صمم انهم يروحوا الفندق ويتكلموا لوحدهم. وهناك حسام فضل يضرب فيها وقال لها الله يخرب بيتك، فضحتينا وخليتي شكلنا زي الزفت قصاد الناس. عمايلك دي اللي خلتنا نخسر حفلات كتير في راس السنة وكلهم اتلغوا. جبتك لبنان عشان تعملي حفلة وبالمنظر ده شكلها هتتلغي هي كمان. انتي عايزة توصلينا لإيه؟ شيرين قالت له طبعا انت متضايق عشان الفرخة اللي بتبيضلك دهب مش لاقية شغل، بس وحياة أمك اللي أنا بحبها يا حسام ما هتشتغل تاني، واصرف انت بقى. وقالت له نزلني تاني، عايزة أسهر وأشرب وانسى القرف اللي أنا فيه ده. حسام رفض وقال لها هنام ومفيش سهر. راحت فضلت تكسر في الأوضة وتزعق لحد ما عمال الفندق كلهم طلعوا يشوفوا فيه ايه اللي بيحصل. شيرين فتحت لهم والأوضة كانت كلها متكسرة وما فيهاش حاجة سليمة. شيرين قالت لهم حسام حبيبي هيدفع تمن كل التلفيات دي، أنا جوزي كسيب ومعاه فلوس مش عايش بفلوسي. وكانت بتتكلم بسخرية لدرجة إن العاملين في الفندق كلهم ضحكوا. شيرين نزلت وسهرت وعملت اللي في دماغها، وكانت عمالة تعمل تصرفات غريبة لحد ما مدير الملهى طلب منها إنها تمشي بدل ما يضطروا يخرجوها بالعافية. وقتها شيرين شتمته وضربته وقالت له أنا قاعدة بفلوسي. المدير اتصل بحسام وقال له تعالى خد المدام من هنا. حسام حبيب رد وقال له ماليش دعوة، لو تعرف انت تخرجها اعمل كده، بس أمن على وشك عشان لو كترت معاها هتلوشك. تصبح على خير.